قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فباب النصيحة مفتوح لكل مسلم، وأنتم جزاكم الله خيرا معشر المشايخ الكرام العلماء الفضلاء الوجهاء، جئتم إلى هذا المقام وإلى مقام الديوان وإلى هذه المهمة والواجب الشرعي للقاء برئيس الديوان الأستاذ خالد السويتي، ولكن مع الأسف الشديد لم نجد هذه المقابلة التي ما كنا نتوقع فعلا، هذه المقابلة للعلماء والمشايخ الكرام، وما كنا والله نتوقع مثل ذلك أمام هؤلاء العلماء وأمام هذا الجمع الذي كل واحد منهم وراءه الآلاف والمئات والآلاف وعشرات الآلاف من وجهاء المجتمع. ولكن حسبكم أيها الإخوة الأجر العظيم، لأن الله جل وعلا حثنا في كتابه بقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمام هذه التغيرات الخطيرة في البلد وهذه التعيينات في مجلس الشورى الأخيرة، في الواقع أيها الإخوة لا تمثل الصالحين ولا تمثل أهل الخير، لأن هذه التعيينات في الواقع أيها الإخوة هي تعيينات لم تفي بجميع أطياف المجتمع. وأعتقد أن هذا البلد ولله الحمد مسلم وعاش على الإسلام ويطبق الإسلام، وأنتم أيها الإخوة جئتم تمثلون فعلا هذا البلد وتمثلون صوته وتمثلون أيها الإخوة صوت المواطن. فلهذا كان ينبغي أن يكرم هذا الجمع وأن يكرم هؤلاء المشايخ الفضلاء وأن يدخلوا وأن يضيفوا، ولكن أجركم على الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني ولا إياكم الأجر. فهذا أيها الإخوة الموقف أعتقد بأنه من المواقف التي يرفع الله عز وجل بها الإنسان إذا قام بهذا الواجب الشرعي، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، وألا نتخاذل وألا نتوانى في هذا الواجب الشرعي الذي هو يعتبر فرض كفاية، ثم بعد ذلك إلى الأمثل فالأمثل. إذا لم يقم به أيها الإخوة آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فإنه يتعين هذا الواجب الشرعي على من بعده.